ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كنت بعمل شويه حاجات كده في الشقه. هدوم بقى وغسيل بقى، غسيل كتير بقى، كنت شايله الملايات وفرش الركنه والحاجات دي كلها، فقلت ايه اعمل اكل على السريع كده. رز بعدس ورا اهوت الكشري الاسكندراني ده. فالاول ايه، انا هحمر بصله الاول. بصوا تبقى بقولك تبقى رقيقه قوي كده، يعني خليها إيه، تحس ان البصله شفافه كده، عشان لما تحمريها البصل اللي انت تبقى عايزاه مقرمش. خلي التقطيعه بتاعتك رفيعه. خلي التقطيعه بتاعتك رفيعه، سواء بتعملي الكشري الاسكندراني ده او الكشري التاني العادي بتاعنا. بتعملي بصاره، بتحتاج البصل ده لاي حاجه. خلي التقطيعه بتاعتك لو انت عايزاه مقرمش خليها رفيعه قوي. وبعد ما تقطعيه كده هترش عليه شويه ملح صغيرين، وتقلبيه بقى وتسيبيه مثلا دقيقتين تلاتة بس، دقيقتين تلاتة بس كده. بايه انت عم تقلبيه بالملح. عايزه ترش رشه دي رش، عايزه ترش رشه نشا رشي. من غير اي حاجه هو بيطلع مقرمش، يعني انا مش هرش عليه اي حاجه واوريلك هو مقرمش ازاي. وانت بتقلبي كده الملح حاولي تفصصي كده الايه اللي هم ماسكين في بعض دول، تفصصيهم كده يبقوا شرايح ايه على بعضهم. هاخده بقى تحمريه بقى كده. خليه يتحمر حلو، ولو طلعتيه لونه زي كده مثلا هيطرى معاكي. ساعة ما يطلع هيطرى معاكي. خلي لونه حلو. ساعة ما تطلعنا كده كنت بقلي طاسة تانية. الاولانية بقى كنت مطلعاها كده، بص لازم يطلع اللون ده، هيطلع بقى مقرمش معاكي. وتطلعيه برضو على مصفى، ما تطلعيش على مناديل. اي حاجة عايزاها مقرمشة مش هنطلعها على مناديل ولا على ورق ولا اي حاجة من الحاجات دي. لازم تبقى على مصفى كده او على شبكة سلك زي ما قلنا. هعمل بقى مع الكشري الاسكندراني ده ايه عبال ما نيجي نعمله. هسلق شويه بطاطس واحمرهم. سبحان الله، هي الاكله دي بيليق عليها كده، يعني مش بطاطس مقليه ولا بطاطس منبوخه، هي بيليق عليها البطاطس اللي انت سلقاها وبعدين محمراها. بيليق عليها كده. فخلاص انا سلقت بقى، حطيت شويه ميه وحطيت فيها شويه ملح وكمون عشان انزل فيها بالبطاطس. كانت لو بطاطس اصغر من كده كمان تبقى حلوه. كل ما البطاطس تبقى اصغر حلوه، عشان تبقى ايه، كوره كده على بعضها، ما نقطعهاش واحنا بنقليها. هتبقى احلى، يبقى كل كوره كده محطوطه كده سلقاها وقليها كده مره واحده، تبقى على قد البق كده. بتبقى حلوه. هسيبها بقى تغلي بقى. لما تغلي بقى يعني قبل الاكل بقى. هدخل اعمل الاكل بقى. انا هعمل بقى الرز العدس النهارده في صينيه، في طريقه بقى كنا ناسينها من زمان، يعني اللي احنا كنا بنعمل عادي الرز بعدس ده. الكشري الاصفر ده، الاسكندراني ده في الحل عادي، ونسلق بيض ونقلي بطاطس وسلطه والحاجات دي. لا انا اعمله بقى النهارده في صينيه كله على بعض. شفتها من كام يوم في التلفزيون فافتكرتها، فقلت طب خلاص هنعملها ايه عشان ايه للي مش فاكرها. للي ما كانش عارفها اساسا من البنات اللي لسه داخله المطبخ ايه يعرفها، واللي مش فاكرها يفتكرها بقى وتبقى ايه تغيير. فحطيت انا بقى ايه، انا غسلت الرز بالعدس كده. في ناس بتستنى لما تشوح الرز شويه او يبدا يتشرب بعدين تحط العدس. انا واخده من زمان ان انا بحط الرز مع العدس كده. حطيت معلقه سمنه برضو ومعلقه زيت يسخنوا قوي. وحطيت الرز بعدس تغسليه مع بعضه كده، او تعملي زي ما قلت لك وتحط شويه ملح وشويه كمون عادي. هنشوحه برضو، يعني مش هاخد الميه واحطه فيه، لا هتشوحي. كل ما تشوحي الحاجه دي تبقى احسن. انا في الاول كنت خلاص حمرنا البصله وشلتها، ركنتها خلاص مقرمشه. والبطاطس ورا هي كنت سلقتها وشلتها من السلق، بقى هقشرها اقليها بقى على طول، يعني وانا هشرب الرز ده. ساعه ما اغلي الميه هقشر بقى ايه واولع على الطاسه جنب بقى على طول، يبقى الاكل كله سخن مع بعض. وانا هحط البيض في الصينيه دي. يعني كمان ميزه الصينيه دي، بقول لك بقى بص البصل بقى انا بقى هكسره كده، لو مش مقرمش ما يتكسرش. لو مش مقرمش البصل معاكي ما يتكسرش. بعد ما تشوحيه شويه كده، خلاص هو اتشوح وكل رزايه سخنت. هاتي بقى ايه شويه من البصل ده، نص البصل اللي انت عاملاه كده كسريه معاه. واديله تقليبه معاه كده وهنسقيه، يعني هنسقيه بالبصل ده. البصل ده بيديله ريحه خطيره. بتحس ان الرز الكشري الاصفر ده مش زي اللي انت كنت بتعمليه كل مره، مع ان هو عادي، احنا بس كل اللي زودناه بصله محمرينها. حمرنا بقى البصله كده خلاص. شوحت انا الرز خالص خالص، شوحته خالص خرفش تحت ايدي. وبعدين نزلت عليه ايه بنص البصله اللي انا عاملاه. وانزل عليه عادي بس ميه مغليه، تنزل عليه بالميه المغليه كده. ما تزوديش الرز، يعني ما تزود، يعني بصي حاولي تبقى الميه اقل من الرز العادي. ما تعمليش حساب العدس قوي عشان بس ما يطلعش معجن منك. فحاولي تبقى الميه، يعني ده انا هشيل منها يعني معلقتين كده. ماشي، غطيت كده وارجع اشيل منها معلقتين كده. ولما يتشرب معاكي برضو هتقومي ايه، لما يتشرب معاكي برضو هتوطي عليه. اما يتشرب هتوطي برضو عليه عادي. عايزه تزودي بقى شويه بصل ورد ده من فوق اللي هو بتاع الكشري ده، زودي. عايزه تسيبي ده وتبقي تزودي لما تخلصي خالص براحتك. انا حطيت بس شويه كده، وهسيب شويه بقى في الاخر في طبق كده، اللي عاوز ايه يبقى يزود يزود، بس بخلي الغطا يبقى محكم قوي عليه. هنا بقى كنت خلاص كان استوى. وتوسعي بقى ايه مكان كده. شفت لما كنا بنعمل الفول بالبيض، طاجن الفول بالبيض، بتوسعي برضو كده عشان ايه ما تبطلي خبط يمك. طاجن الفول بالبيض كده هو كده، بتوسعي كده مكان كده على قد البيضه. بصي بقى على حسب برضو عدد البيض اللي انت هتحطيه. شو بقى كل واحد بياكل بيضه اتنين، على حسب انت هتعملي الفتحات دي على حسب الايه البيض اللي هتحطيه. انا كان عندي بيضتين من الاحمر ده واربعه من البارد. حطيت ده البيض الاحمر ده، حسيت ان مكانه عايز يوسع شويه فوسعت له ايه المكان شويه. هحط بقى البيض كله عليه كده. جربي بقى الطريقه دي، هتحسي ان هي وصفه وصينيه
يعني مختلفة، تحس ان انت عاملة حاجة كأنك عاملة حاجة كبيرة كده، وفي الاخر هو رز عدس، يعني كشري اصفر، كشري اسكندراني، مش عارفة انتوا بتقولوا عليه ايه. هي الاكلة، بس انت عملتها كده وحمرت لها شوية البصل المتحمر ده اساسا طعمه تحفة، وعملت البيض في قلبها كده، فانت عملت طاجن كده، صينية كده مختلفة. بعد ما حطيت بقى كده عدد البيض اللي انت عاوزاه، حط على كل بيضة شوية ملح صغيرين، انت مملحة الرز وكل حاجة. انت هتحط بس ملح على قد البيض، لان كل بيضة كده تحت بتطلع بيضايه بحالها كده، وعليها شويه فلفل. هتغطي بقى، طبعا احنا موطيين النار خالص، والرز كده كان استوى. الرز انا بس بعد الرز كان استوى تماما، يعني مش باقي له تكه ولا اي حاجه، لان البيض مش هياخد 3 دقايق بالظبط، مش هياخد 3 دقايق على النار. فانت دقيقتين 3 كده وهتطفي عليه. انا حطيت بس كده على الحته الباينه دي شويه ورد كده من البصل، مش عايزه تزودي زي ما قلت لك، بلاش. الكميه على قد ما انت عايزه، الكميه على قد ما انت عايزه. ايه رأيك بقى في منظرها بعد ما استوت والبيض كله استوى مفيش اي حاجة؟ وانا عملت بقى سلطة فيها كل حاجة، حتى فيها بصل وفلفل وخيار وطماطم وخضرة بقدونس وكزبرة وشبت، فيها كل حاجة. السلطة بتاعت العدس ده احط فيها خضرة واحط فيها بصل بتبقى حلوة. وحطيت هنا طبق اهوت بصل اللي عاوز يزود، والبيض كله مستوي، انا هتكلك ايه عليه، كلها مستوية وكل حاجة مفيهاش اي حاجة، والبطاطس كمان مستوية والسلطة كلها، يعني ما تخافيش منها. انا كمان فتحتها بالسكينة قبل ما، يعني حطيت السكينة فيها قبل ما ادفع عليها عشان اتاكد ان البيض كله مستوي. البطاطس دي بقى طعمها تحفه. السلطه هتاكلك، عايز تعملي جنبها كمان طبق بتنجان مخلل هيبقى معاها تحفه، بالف هنا وشفا.